فيلمنا النهارده عن ابطال او مجرمين من نوع مختلف، نوع عمرك ما هتشوفه لانهم دايما ورا شاشة الجهاز اللي قدامك ومنتشرين في الانترنت المظلم. وحكايتنا النهارده من عالم الهاكرز. بيبدأ الفيلم بنجامين وهو داخل أوضة في فندق وبيلاقي كل اللي فيها ميتين، وبيروح للمخابرات الألمانية وبيطلب إنه يتكلم مع المحققة هان علشان يحكي لها كل اللي يعرفه، وبيقول لها إنه من وهو صغير كان شخص شفاف محدش شايفه لأنه كان عاوز يبقى سوبر هيرو زي باتمان وسبايدر مان، وكان شايف إن دي ميزة. وبيكمل إن حياته كانت سيئة جدا لأن أبوه سابه أول ما اتولد، وأمه خلصت على حياتها وهو عنده 8 سنين، وجدته هي اللي ربته وخلت بالها منه. وبيقول لها انه قرر من وهو عنده 14 سنة يكون سوبر هيرو من نوع تاني وانه يكون الهاكر، وكان قاعد على طول على النت وتعلم لغات البرمجة وعرف يخترق مواقع كتير، وبعدها اكتشف الديب ويب وعمل ايميل باسم من انا، وهنا بيتفتح قدامه عالم تاني الناس زيه وبتفهمه. وكان اهم شخص بالنسبة له هو MRX اللي عاوز يلفت نظره دايما. اما بقى عن سبب وجوده هنا بيبدأ لما كان بيوصل البيتزا وبيسمع البنت اللي بيحبها واللي اسمها ماري عن ان نفسها تلاقي اسئله الامتحان، ولما بيدخل عليها هي واصحابها بيتريقوا عليه، لكن ماري بتعامله كويس وبتديله فلوس البيتزا وبيمشي. وبيقرر بنجامين يساعدها ويدخل الجامعه علشان يسرق لها الامتحان، بس لانه مبتدئ بيتقبض عليه ولانه ما عندوش اي سوابق بيتم الحكم عليه بالخدمه العامه لمده معينه. وساعتها بيشوف ماكس واللي بيتفاجئ بنجامين انه هاكر وبرضه MRX قدوته. ولما بيعرف ماكس اللي عمله في الجامعه بيديله دعوه حفله وبيطلب منه يجي بالليل، ولما بيوصل بيعرفه على بول واللي بيقدر يصلح ويفكك اي حاجه فيها شريحه الكترونيه، وستيفن ملك البرمجيات واللي معروف عنه انه بيحب الخطر. ولما بيعملوا اختبار لبنجامين بيقدر انه يقطع الكهرباء عن المنطقه كلها وبيرجعها لما الشرطه بتوصل الحفله، وبيهربوا من المكان. لكن قبل ما بيمشوا بيقابلوا ماري واللي بتطلع عارفه الفريق ده وبتطلع تهرب معاهم لان الحفله باظت، وبتشكر بنجامين على مساعدتها وبتمشي. ولما بيروح ما بيلاقيش جدته فبينزل يدور عليها في الشارع وبيلاقيها وبيوديها المستشفى، وبيعرفوا الدكتور ان عندها زهايمر واحسن حاجه يعملها يسيبها في المستشفى علشان ياخدوا بالهم منها، فبيوافق. وبعدها بيقابل ماكس وبيروح معاه المشوار، وبيعرفوا ماكس ان اهم حاجه في الاختراق هي اختراق الشخص نفسه مش الاجهزه، وان الهندسه الاجتماعيه بتوضح له ده. وبياخد فاتوره من صندوق الزباله وبيفرجوا ازاي يخترق البشر، وبيقدر يقنع بياع في محل حلويات انه ناقص حاجه طلبها على الفاتوره بياخدهم. وبعدها بيروحوا البول وستيفن وبيسرقوا عربيه وبيروحوا على قاعه مؤتمرات وبيقدروا يدخلوا ويخترقوا البروجيكتور بتاع المتحدث الدنماركي، وبيعرضوا فيديو ساخر لهتلر فبيتعصب كل اللي موجودين. وبيهرب بنجامين واللي معاه قبل ما الحراس يقبضوا عليهم وبيرجعوا العربيه مكانها، ودي كانت اول عمليه يعملوها مع بعض. وبعدها بيقرروا يعملوا فريق ومركزه هو بيت جدته، وبيسموا الفريق بالمهرجين، وبيبداوا يعملوا مهمات كتير وبيتشهروا. وفي يوم بيجي ماكس ومعاه عربيه جامده وبيعرفهم انه استخدم طريقه بول وسرقها، وبيقضوا اليوم كله مع بعض. وبعد كده بيقول له ماكس المفروض يستغل قدراته صح، فبيروح لميري علشان يعترف لها بحبه بس هي بترفض. وبيجي صاحبها في الجامعه وبيضربه وبيقول له يبعد عنها. وبعدها بنشوف المحققه هان وهي بتتكلم عن فريق اسمه الاصدقاء وانه خطير جدا. ولما بيرجع بنجامين للفريق وهو حزين بتوصل له رساله من MRX وبيلاقوها هديه وهي تحقيقات الشرطه عنهم، وبيلاقوا ان الشرطه بتوصفهم بالمراهقين اللي مفيش منهم اي خطر، وبيعرفوا ان MRX بيتريق عليهم وان مفيش في العالم زي الفريق بتاعه فريق الاصدقاء. فبيتضايق ماكس وبيكون عاوز يعمل حاجه كبيره جدا علشان كل الناس تعترف بيهم، فبيقترح بنجامين انهم يخترقوا مبنى المخابرات نفسه، فبتعجبهم الفكره وبيروحوا كلهم بالليل للمبنى وبيقدروا يخترقوا السيرفر، وبيسيبوا صورة الفريق بتاعهم علشان يثبتوا انهم هم اللي عملوا كده. وبعدها بيطلعوا على حفلة وهناك بيلاقي ميري، ومجرد ما بيدخل الحمام وبيخرج بيلاقي ماكس بيخونه معاها فبيمشي وبيسيب الحفلة. ولما بيروح الفريق وراه ما بيرضاش يدخلهم فبيقول له ماكس انه نكره من غيرهم، فبيتعصب بنجامين وبنعرف انه سرق معلومات مهمه من المخابرات وهي قايمه باسماء العملاء المتخفيين كمخترقين، وبيبعتها لMRX علشان يثبت له ان مفيش منه اتنين. وتاني يوم بيعتذر ماكس لبنجامين، وساعتها بيسمعوا في الاخبار ان في واحد من عملاء المخابرات اللي كان بينقل لهم معلومات اتقتل، وان المتهمين هم فريق المهرجين، فبيتعصبوا كلهم عليه وبيضربوا ماكس. فبيقول لهم بنجامين ان الحل الوحيد انهم يقدروا يوصلوا لMRX، فبيوافقوا رغم انها مهمه مستحيله. وهنا بتساله المحققه ازاي اخترقتوا جهاز MRX اللي المفروض هو اشهر مخترق في العالم، فبيقول لها ان بعد اللي عمله قدر يكسب ثقته وطلب منه ان فريق المهرجين ينضموا لفريق الاصدقاء، فعمل لهم اختبار وطلب منهم يخترقوا مركز الشرطه الاوروبيه ويوصلوه بالسيرفر الرئيسي، وهنا هيقدروا يخترقوا جهازه لانه هيكون مفتوح قدامهم. فبيوافقوا وبيحرقوا البيت بتاعهم بكل اللي فيه، وبعد كده بيسافروا كلهم لهولندا واللي فيها مركز الشرطه الاوروبيه. ولما بيوصلوا بيفضلوا ايام يحاولوا يدخلوا المركز او حتى يخترقوه، بس كان صعب جدا وكان
وكانوا خلاص هيستسلموا، لغايه ما بيشوف بنجامين واحده من العمال وقع منها كارنيه دخول، فاخده وما قالش لفريقه. في نفس اليوم بيتجرح ماكس في ايده، فبيتعصب عليه اصحابه، وبالليل بيقرر يعمل المهمه لوحده علشان محدش يتاذي، وبيروح على المركز. وعلى طريق الهندسه البشريه بيقدر يقنع الامن انه نسي حاجه وعاوز يجيبها، وبيدخل المركز وبيسيب جهاز يقدر يخترق بالسيرفر. وتاني يوم بيكتشف ان MRX كان عامل له فخ وبيخترق هو جهازه، وبيعرف هويته وبيبعت له صورته كمان. وبيشوف بنجامين ان في شرطه في المكان، فبيسيب الجهاز وبيهرب منهم. ولما بيرجع الفندق بيلاقي كل اصحابه مقتولين، وده المشهد اللي شفناه في البدايه. وبعدها بيتصل بالمخابرات وبيطلب المحققه هنا علشان تحقق معاه، فبتعرفوا انها موقوفه عن العمل بسبب اللي عملوه، وانهم جايبينها بس علشان هو قال مش هيتكلم غير معاها. وبعد ما بيحكي لها كل حاجه بيقول لها ان ممكن يوقع MRX، وساعتها هترجع شغلها والمخابرات هتحافظ على سمعتها، لكن المقابل انه ياخد هويه جديده ويدخل برنامج حمايه الشهود. فبتوافق وبتقدر تقنع زميلها انه وافق، وبيقرر بنجامين انه ينتحل شخصيه MRX، وبيقعد يبعت رساله للهاكرز انهم اغبياء وانه كشف عن كل حاجه تخصهم لانه شغال مع المخابرات. فبيتعصب MRX وبيقع في الفخ، وبيعرف بنجامين يستخدم عليه الهندسه البشريه، وبيقدر بنجامين يحدد مكانه وبيتقبض عليه. وهان بترجع لشغلها تاني، وبتلاحظ قبل ما تسيب بنجامين ان الجرح اللي في ايده هو نفس الجرح اللي قال لها ان ماكس اتجرحه، فبتشك في اللي قاله كله. فبتروح لميري وبتسالها عنه ولو شافته قريب، فبتقول لها انها مش عارفاه اصلا. فبتتصدم هان وبتروح للدكتور الخاص بجدته، فبيقول لها ان ام بنجامين انتحرت لانها كانت مصابه باضطراب الهويه الانفصاميه. فبتساله ممكن ابنها يورثه، فبيقول لها ممكن. وبتروح الاوضه اللي كان قاعد فيها وما بتلاقيش غير فوارغ رصاص من الحرب العالميه الثانيه. فبتعرف انه مريض نفسي، وبترجع له وبتعرف كل حاجه، وان كل الناس اللي اتكلم عنها خيال. فبيتصدم وبيقول لها انه مش زي امه، وبتعرفه انه كده مش هيدخل برنامج حمايه الشهود. فبيقول لها ان فريق الاصدقاء هيقتلوه زي ما عملوا في اصحابه، فبيتعصب عليها وبتخليه يخترق سيرفر المخابرات علشان يضيف نفسه لبرنامج حمايه الشهود بهويه جديده، وبتوصله هان للمينا علشان يسافر. وفي الاخر بنكتشف ان اصحابه عايشين عادي، وان كل دي خطه هم عملوها لما MRX كشفه، وانه قدر يخدع هان واقنعها انه مريض زي امه علشان تسمح له يخترق السيرفر ويضيف نفسه هو واصحابه، ومن ضمنهم ماري اللي كانت مرتبطه بيه اصلا، وبيهربوا بعد ما نفذوا خطتهم. ودي نهايه فيلمنا النهارده. ما تنساش اللايك المتين والاشتراك في القناه وتفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصاتنا. اشوفكم الفيديو الجاي.